الله على الدبابيس المقرمشة الخطيرة بجد تحفة. طب ايه رأيك بقى اللي يقولك على سر كمان النهاردة هنعملها بالمية من غير لبن ولا بيض، وكمان النتيجة بتاعتها كانت تحفة، وهعرفك التسوية بتاعتها المظبوطة ازاي نطلعها بالشكل القمر ده زي ما انت شايفة، زي اللي بنشتريها من بره واحسن كمان. تسوية مظبوطة بتتبيلة مظبوطة جدا، وزي ما هوريكي دلوقتي كده شايفة اللحم بتاعها مقرمش من بره ومستوية كويس جدا من جوه زي ما انت شايفة. ولا عليها دم ولا اي حاجة، بجد تحفة. قبل ما نبدأ في الوصفة، اللي ما يعرفنيش انا اسمي رانيا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. مبدئيا انا النهاردة كده اشتغلت بدبابيس. طبعا لو حابة تجيبي الفرخة وتقطعيها هتقطعيها 8 قطع. انا قشرت الجلد خالص وهي نية طبعا بسهولة خالص، والدبابيس كنت غسلاها ونقعاها ومصفياها. اعملي فيها بقى الفتحات دي كده. التوابل بتاعتنا بقى عبارة عن اول حاجة معلقة توم مهروس، بحط فلفل اسمر، 7 بهارات، بابريكا، مرق الدجاج، بصل وتوم بودرة، قرفة وزنجبيل وكركم. هكتب لك برضو كل التوابل في صندوق الوصف. التوابل زي ما انت شايفة حطيتها على طول على الدبابيس. هنزل عليهم بمعلقتين هرميين من الدقيق، وننزل على الكلام ده بمعلقة كبيرة من الخل. طبعا كلنا عارفين الخل بيساعد على التسوية، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو، مش بيخلي اي زفارة في الفراخ. جهزي مية عادية من الحنفية، يا دوبك تنزلي كده بشوية مية مش كتير، حوالي نص كوباية مية. انا عايزة الخليط ده يكون خليط متماسك شوية، مش عايزاه سايل جامد، يا دوبك زي ما انت شايفة كده، زي مثلا زي عجينة الكيك او اخف حاجة بسيطة. بنركن بقى الكلام ده مش اقل من ساعتين، لو ليلة كاملة يكون افضل طبعا. كده بعد ما الفراخ بتاعتنا اتبلت كويس جدا زي ما انت شايفة، وكانت ريحتها في الوقت ده خطيرة. هاتي بقى كده كوبايتين من الفيجيتار. طبعا الفيجيتار ده احنا عملناه سوا. لو مش موجود عندك هتجيبي دقيق ونشا وتضيفي عليهم نفس التوابل اللي حطيناها في الخليط السائل. نفس التوابل اللي اتحطت في الخليط السائل نفس التوابل اللي اتحط في الخليط الجاف. لو حابة طبقة الكريسب تكون كبيرة قوي، هتعملي المرحلة دي وترجعي تنزليها تاني في السائل العجين ده، وترجعي تحطيها تاني في الفيجيتار. احنا مش بنحب طبقة الكريسب تكون تخينة قوي، فبكتفي بالمرحلة دي زي ما انت شايفة بصوابع ايديكي، وتفضلي تدوري فيها كده. انا مش عايزاها ان هي تتكبس، انا عايزة يكون فيها الحروف المقرمشة اللي بتبقى في الكنتاكي زي ما احنا معارفين. زي ما انت شايفة كده، بحاولي بطراطيف صوابعك وتبدريها كده، مش عايزاها ان هي تبقى ملساء، لا زي ما انت شايفة. وتمسكيها بقى من الطرف بتاعها وتنفضيها كده وترجعي تحطيها تاني علشان تدينا الشكل اللي هو المكشكش ده. زي ما انت شايفة بقى كده. في الوقت ده كده انا كنت مولعة على حلة الزيت. اهم حاجة زيت سخن غزير. لازم قطعة الفراخ تغطس كويس في الزيت، ما تنزليش بقطع الفراخ مرة واحدة عشان الزيت ما يهداش منك. انزلي بحتة حتة. الأول 5 دقايق النار تكون عالية، هتلاقيها خدت اللون الذهبي الجميل ده. هدي النار وتفضلي مغطية عليها كمان من 5 ل10 دقايق. تطلع بقى مقرمشة، وتطلع تكوني متأكدة تماما ان اللحم بتاعها استوى، عشان ما يكونش فيه دم ولا اي حاجة. يعني انت شايفة المنظر ده كده، انت تشوفي المنظر ده تقولي الفراخ كده استوت. هي لسه يا دوبك خدت اللون. بنستنى عليها زي ما قلتلك من 5 ل10 دقايق، طبعا على حسب حجم الدبابيس او على حسب حجم قطع الفراخ. لازم نتأكد ان هي استوت تماما. هي كده هي واخدة اللون والشكل تحفة، لكن لسه اللحمة ما استواش بتاعها. هوريكي برضو لما بنيجي نطلعها بيكون شكلها ايه.
زي ما انت شايفة بقى كده الفراخ بتاعتنا انا ضمنت انها استوت. طبعا زي ما قلتلك بنهدي النار علشان خاطر ما تتحرقش منك، يعني لونها مظبوط في نفس الوقت مستوية كويس ومقرمشة. بتطلعيها على مصفى علشان تصفي اي زيت فيها، بعد كده تحطيها على مناديل. اهم حاجة طلعيها على مصفى الاول علشان تصفي كل الزيت اللي فيها. قدميها بقى للولاد كده مع شيبسي، مع بطاطس محمرة، اعملي جنبها سلطة وكاتشب، حابين تعملوا جنبها مكرونة. الولاد هيفرحوا جدا بالأكلة دي. حاجة طبعا نظيفة ومش مكلفة زي لو هنشتريها من برا. بس كده أنا خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. أتمنى لو عجبتكم الطريقة بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك والكومنت الجميل. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.